مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكرة حول آخر أخبار انتقالات اللاعبين الصيفية 2024. وفي هذا التقرير سنعرض لكم صفقات يمكن حدوثها هذا الصيف، فتابعونا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا أولا بأول. محمد قدوس. كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال تقدم بعرض لضم محمد قدوس نجم ويست هام يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وتأتي هذه التقارير في ظل ما كشفت عنه صحف سابقة بأن الاتحاد أيضا يريد ضم قدوس، وقدم عرضا بالفعل للاعب مقابل 150 مليون دولار. ومؤخرا قالت جينيفر مديرة أعمال محمد قدوس في تصريحات إعلامية: تلقينا عرضا مغريا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي. وأضافت: النادي السعودي قدم عرضا ماليا ضخما يصعب رفضه. إيثان مبابي. أعلن نادي ليل الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس التعاقد مع إيثان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة انتقال حر. وكان إيثان مبابي في وقت سابق قد أعلن رحيله عن صفوف البي اس جي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع الفريق. وبدأ إيثان مبابي مسيرته الكروية في فريق شباب باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2017-2018، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بالموسم الماضي. وقال نادي ليل الفرنسي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: يسر نادي ليل أن يعلن عن توقيع أول عقد احترافي لإيثان مبابي البالغ من العمر 17 عاما. وأضاف النادي الفرنسي في بيانه: وقع لاعب خط الوسط الفرنسي اليوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي ليل. ديفيد رايا. أعلن أرسنال الإنجليزي أنه ارتبط مع الحارس الإسباني ديفيد رايا بعقد طويل الأمد دون أن يحدد مدته. وقضى حارس المرمى البالغ من العمر 18 عاما الموسم الماضي مع أرسنال على سبيل الإعارة من برنتفورد. وشارك رايا في 41 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، وحافظ على شباكه نظيفة في 20 مباراة، 16 منها في الدوري، ليحصل على جائزة القفاز الذهبي. وفي صيف العام 2019 انتقل رايا إلى برنتفورد حيث قضى 3 سنوات، حيث شارك في 161 مباراة في جميع المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 54 مباراة. ونقل موقع أرسنال عن رايا قوله: إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون هنا بعد عام من الإعارة كلاعب في أرسنال. إيريك تين هاغ. مدد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026 بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي يوم الخميس. وفي ظل التكهنات حول مستقبل تين هاغ الذي أخفق في قيادة اليونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، سيستمر الهولندي في ملعب الأولد ترافورد بعد أن قاد الشياطين الحمر إلى لقب الكأس المحلية. وقال تين هاغ صاحب 54 عاما في بيان اليونايتد: في محادثاتي مع النادي وجدنا رؤية كاملة لبلوغ الأهداف، ونحن ملتزمون بشدة لتحسين هذه المرحلة. مارك غويهي. يتقدم نادي ريال مدريد قائمة عمالقة أوروبا الذين يستهدفون النجم الإنجليزي مارك غويهي، حيث يراقب برشلونة ويوفنتوس قلب دفاع كريستال بالاس الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني. كما أن منافسي شمال لندن أرسنال وتوتنهام معجبون به منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يتم بيع غويهي صاحب 23 عاما هذا الصيف، لكن بالاس يريد رسوما مماثلة لمبلغ 50 مليون جنيه استرليني الذي يتلقونه من بايرن ميونخ مقابل مايكل أوليز.
ولم يتبقى لدى خريج أكاديمية تشيلسي سوى عامين فقط على عقده مع سيلهورت بارك، وقد يميل النسور إلى الاستفادة منه خوفا من إهداره. جواو فيليكس. بحسب صحيفة سبورت نقلا عن تقرير برتغالي، فقد فتح بنفيكا محادثات مع أتلتيكو مدريد لضم المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، ويطمح بنفيكا لشراء 50% من حقوق فيليكس. وأشار التقرير إلى أنه يبلغ عرض بنفيكا 15 مليون يورو لضم فيليكس، بينما يطالب أتلتيكو مدريد ب 25 مليون يورو. كما يوضح التقرير أن راتب فيليكس يبلغ 3 ملايين يورو في الموسم. وكان فيليكس متحمس للعودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة مرة أخرى، لكنه لم يغلق الباب تماما أمام انتقالات أخرى، علما برفض أتلتيكو مدريد إعارته إلى البلاوغرانا بالشروط التي يرغبون بها. جادون سانشو. ذكرت تقارير صحفية عن رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقالت تقارير رياضية أن أرسنال بدأ التفاوض مع جادون سانشو لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي. ويسود جدلا حول استمرار سانشو لاعبا في مانشستر يونايتد للموسم المقبل، وقد يميل إلى مغادرة النادي إما على سبيل الإعارة أو بشكل دائم. ولعب سانشو النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في دورتموند، وسجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة. لكن الجناح الإنجليزي من المقرر أن يعود إلى الأولد ترافورد لبدء التدريب قبل الموسم. سافيو. كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اقتراب مانشستر سيتي من ضم سافيو لاعب جيرونا المعار من توروا. ووفقا لرومانو فإن مانشستر سيتي قد أتم اتفاقه مع توروا ووقع على عقود ضم سافيو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان سافيو قد قضى الموسم الماضي معارا من توروا إلى جيرونا وقدم أداء رائعا. جيرونا هو نادي مملوك لمجموعة السيتي المالكة أيضا لمانشستر سيتي، وسيتم الإعلان عن صفقة التعاقد مع سافيو عقب نهاية مشاركته مع البرازيل في كوبا أمريكا 2024. وشارك سافيو مع جيرونا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع 10 آخرين. ليروي ساني. يستهدف نادي برشلونة الإسباني ضم صفقة عالمية من بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد. ويأمل مسؤولو برشلونة في تعزيز صفوف الفريق من أجل العودة للمنافسة خلال الموسم المقبل. وكشفت العديد من الصحف الإسبانية رغبة برشلونة القوية في ضم ليروي ساني الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويرتبط ساني صاحب 28 عاما بعقد مع البايرن يصل حتى صيف 2025 القادم. ولكن فليك المدير الفني لبرشلونة مصر على ضم الألماني هذا الصيف إلى صفوفه. الجدير بالذكر أن ساني وصل إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2020 قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 49 مليون يورو. نيكو ويليامز. كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيكو بلباو الإسباني. وقد قدم ويليامز صاحب 21 عاما موسما مميزا للغاية مع بلباو خلال الموسم المنصرم. ووفقا لما ذكرته صحيفة تيم تولك الإنجليزية فإن نادي أرسنال بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو بلباو بشأن ويليامز. وتابعت التقارير بأن في أرسنال معجبين للغاية بمستوى نيكو ويليامز. وقد ارتبط اسم ويليامز في الفترة الماضية بالانضمام لنادي برشلونة، وذلك قبل أن يدخل أيضا نادي تشيلسي وليفربول ضمن المهتمين بضم اللاعب.